الذي بيننا وبينكم إلا دار سيدي محمد الحافظ، إلا دار سيدي محمد الحافظ. يعلم الجميع أن أقوى علاقة بين عين ماضي ودار سيدي محمد الحافظ ها هي. وليعلم أن سيدي محمد الحافظ رضي الله عنه زار عين ماضي مرتين ووقع ما وقع له، فقال: يا داخل عين ماضي فاترك علمك خلفك فإنهم أناس أهل الكشف. إذن سيدي محمد الحافظ راه يعتبر، ما نقولش مصباح، أقول سراج، أقول سراج. ومعزته وقدره واحترامه عند أحفاد الشيخ سيدي أحمد التيجاني قاطبة والمريدين في الجزائر محبة خاصة. الآن كلنا في عين ماضي، كل المريدين في الطريقة التيجانية في الجزائر إذا وقع لهم شيء في الطريقة يستدلوا إلا بقول سيدي محمد الحافظ. هذه في الجزائر إذا وقع لهم شيء في فقه الطريقة أو في أي حاجة في الطريقة ما يرجع إلا لقول سيدي محمد الحافظ المصري التيجاني. وكانت له علاقة قوية جدا. إذن هذا العهد الذي بيننا وبينكم، وأن تقفوا وقفة رجل واحد بكل صدق وإخلاص مع خليفة سيدي أحمد سيدي محمد الحافظ، كونوا معه بصدق وإخلاص. وليس بالكلام يا سيدي والله. نعم، ليس بالكلام، بالموقف الجبار. يعني يقول له الشيء الذي يصعب عليك يسهل عليكم أنتم. حتى نحن رانا الآن في خدمتكم، حتى نحن أحفاد الشيخ سيدي أحمد التيجاني رانا في خدمة هذا الدار، رانا خدمة هذا الدار قلبا وقالبا. لو تطلبون على هذا الثياب لننزعه واجعله جفاف لدار سيدي محمد الحافظ. اجعله جفاف لدار سيدي محمد الحافظ، والله لا تجعله جفاف لا تغسله وأنا ألبسه، احتراما وتعظيما لدار العلم والمعرفة. وكان سيدي محمد الحافظ أعظم رجل الذي كان يحب جدنا محبة خاصة، وكان يوصي رضي الله عنه على أحفاد الشيخ سيدي أحمد التيجاني. كان يقول: من ينظر في حفيد الشيخ سيدي أحمد التيجاني فنظر في جده القطب المكتوب. إذن هذا هو العهد الذي بيننا وبينكم. إذن تبقى هذه المنارة أن تقف ليس بالكلام فقط، ليس بكلام الشفتين، بل موقف الرجال كالجبل. الآن نحن في وقت لا حول ولا قوة إلا بالله، إن يد الله مع الجماعة. والإنسان سيدي محمد الحافظ باش يتقلد منصب هذا صعب، لا بد له من المستشارين، ولا بد له من أصحاب الخبرة، ولا بد كل واحد يقدم له مقرف عسل، ملعقة عسل إن شاء الله. الآن هو شوف كما تقلد والده 39 سنة، الآن هو 39 سنة. سبحان الله ما شاء الله. يعني دار سيدي محمد الحافظ مع دار الشيخ أمر عجيب. إذا فما عليكم إلا السير لابتغاء مرضات الله، واعلموا إن النصر حليفكم بإذن الله. إن النصر حليفكم ولا أطيل عليكم. إن شاء الله ربي يوفقكم. كان اللي عنده عمل، كان اللي عنده مسافر، كان اللي عنده ياخذ راحة، كل إنسان وش عنده. استودعكم الله الذي لا سنة جديدة ولا خلاص تم بالخير، كل شيء تم بالخير، كله الحمد لله كل شيء الحمد لله. احنا التجديد، اسمع قلت لك التجديد هي خدمة دار سيدي محمد الحافظ. هذا هو حل، هذا الشيء اللي أوصيكم عليه. وبلغوا كل السادة التيجانيين ومن الآن فصاعدا سيروا بإذن الله تعالى. والشيخ سيدي أحمد التيجاني وسره ظاهرا وباطنا راه معكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. ما عليكم أنتم إلا الصفاء والصدق والإخلاص مع بعضكم. وكلنا الآن كلنا تلامذة الشيخ سيدي أحمد التيجاني في رحاب هذه الزاوية، في هذا المعلم الرباني الروحي.
والده رضي الله عنه، شوف أنا أتذكر في عمري 13 سنة، سنة 1984 اللقاء الأول للملتقى الإفريقي التيجاني في عين ماضي، كان ممثل جمهورية مصر هو استدعاه الخليفة اسمك حياة عمي سيدي علي رسالة خاصة لسيدي أحمد، وكان يقول له أجلس بجنبي. حتى في المنصة الشرفية كانت الوفود وكان سيدي أحمد بجنب سيدي علي. وعندما طلب صاحب المنظم البرنامج قال والخال كلمة لممثل جمهورية مصر أحمد محمد الحافظ. نهض سيدي أحمد وسلم على أحفاد الشيخ كلهم وقال أطلب منكم، ثم بدأ يتكلم وقال ما يجمعنا على عين ماضي في هذا المكان الطيب، في هذه البقعة الطاهرة، في هذه الصنع الشريف، إلا الإيمان بالله والمحبة في الله والأخوة في الله. وأستسمحك يا سيدي الخليفة يا حامل لواء جدك المصطفى والشيخ سيدي أحمد التيجاني. وبدأ يتكلم، بكى سيدي أحمد وبكت كل الوفود، والشريط راه ما زال موجودا في عين ماضي. خطاب سيدي أحمد سنة 4 شهر ماي 84 و900 كان أقوى خطاب في عين ماضي في المنصة الشرفية. ومثل كذلك، أنا ذكرتها في بقية التعزية، 2006 و2008 و2009 و2014 آخر لقاء معه رحمة الله رضي عنه السنة الماضية في أندونيسيا، التقيت معه في عيد الختم التيجاني رضي الله عنه، كان له وزن وثقل في أندونيسيا. إذن سيدي أحمد انتقل ولكن ما زال حي في قلوبنا، لأنه السلك الذهبي هذا يبقى دائما سلك ذهبي. النطفة الطيبة الطاهرة تبقى دائم نطفة طيبة طاهرة. ما عليكم أنتم إلا السير والاحترام والتقدير والصفاء القلوب على بعضكم. والله صدقوني الله يسر أموركم في الدنيا والآخرة. ودائم العلم 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 ثم العلم. الطريقة ليست القيل والقال. وأنا أستدل ب3 كلمات هي في جدارية ذكر مذاكرة أخلاق، وأنا أخاطب بها حتى السادة أينما كان يقول لي هذه الكلمات من أين هي؟ يقول لهم تركها لنا شعاع رباني في طريقة جدنا سيدي محمد الحافظ آخر حياته. قال لي والدكم سيدي أحمد لخص خدمته كل الإسلام والمسلمين عامة وللطريقة التيجانية في 3 كلمات، قال الطريقة ذكر مذاكرة أخلاق. السلام عليكم. هذا كلام ونحن نعاهدكم على ذلك يا سيدي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعكم، وفقكم الله. آمين. ربنا يجزيكم عننا خير يا سيدي. لا شكر على وجهك. لا شكر على وجهك.